أهلا بكم. تحتوي مبرداتنا جميعا على مختلف المنتجات الغذائية والتي يمكن شراؤها عادة من المتاجر، فحاليا يمكنك الحصول على أي منتج غذائي في أي مكان تقريبا. هناك أيضا بعض الناس الذين يقومون بزراعة فاكهتهم وخضرواتهم ومحاصيل أخرى في مزارعهم الخاصة، ولكن اليوم سوف نكتشف معا كيفية إنماء بعض المزروعات والمراحل التي تمر بها المنتجات قبل أن تصل إلى موائدنا. ابقوا معنا. الكاكاو، على عكس ما يعتقده البعض، لا يتم الحصول على مسحوق الكاكاو بطحن قطع الشيكولاتة الجاهزة، بل ما يحدث هو العكس. فإنتاج الكاكاو في الواقع هو عملية طويلة وذات مراحل متعددة ومعقدة. في المتوسط يصل طول شجرة الكاكاو إلى 6 أمتار، ولكن هناك بعض الأشجار التي يصل طولها إلى 15 متر، ويبلغ قطر الثمرة الواحدة 30 سنتيمتر في المتوسط، ويكون لون الثمرة أصفر مائل للبني. تنتج شجرة الكاكاو الثمار على مدار العام، ولجمع الثمار الناضجة يستخدم العمال الأنصال أو أي أدوات حادة يمكن باستخدامها فصل الثمرة عن الجذع. بعد ذلك يتم تكسير الثمرة إلى عدة قطع، ثم إزالة حبوب الكاكاو من داخل الأكواز يدويا ليتم تجفيف الحبوب بعد ذلك في صناديق خاصة. وبعد تنقية الحبوب واستبعاد الفاسد منها يتم غسلها وتحميصها، ثم سحقها وتمريرها على مرشحات خاصة لاستبعاد الحبيبات منخفضة الجودة. المرحلة التالية هي مرحلة طحن فتات الكاكاو المحمصة وخلطها مع زبدة الكاكاو ليتكون معجونا سميكا يمكن إضافة الفانيليا والسكر واللبن إليه لإنتاج ألواح الشيكولاتة. ولكن في مصانع الكاكاو يتم تجفيف معجون مسحوق الكاكاو والزبدة فقط، ومن ثم تبريده وإعادة طحنه في ماكينات خاصة لنحصل أخيرا على مسحوق الكاكاو الذي يحبه الجميع. الأناناس، يعتقد بعض الناس أن الأناناس كفاكهة استوائية، فبالضرورة لابد أنه ينمو على الأشجار العالية كأي فاكهة استوائية أخرى، ولكن في الواقع هذا غير صحيح. فالأناناس هو نبات عشبي لا يتجاوز ارتفاعه عن الأرض 1.5 متر، فهو ينمو تقريبا كالملفوف قريبا من الأرض، ولكنه يبدو أكثر وكأنه قمة شجرة منغرسة بقوة في التربة. يتميز النبات بأوراقه الطويلة والحادة، وفي المنتصف أعلى الساق الطويلة تنمو ثمرة الأناناس. جدير بالذكر أن ثمرة الأناناس الواحدة هي عبارة عن مجموعة من الثمار الصغيرة التي تكونت كل منها من زهرتها الخاصة، ولكن نمت جميعها لتكون ثمرة واحدة كبيرة. وعلى الرغم من أن الموطن الأصلي للأناناس هو الباراغواي وجنوب البرازيل، إلا أنه حاليا يتم زراعة الأناناس على نطاق واسع وبشكل رئيسي في شرق آسيا. وهناك أيضا بعض محبي الأناناس الذين يقومون بزراعته بأنفسهم في مساحاتهم الخاصة بالمنازل. الخرشوف، ينمو هذا النوع من الخضروات اللذيذة في بعض الدول الأوروبية كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مدينة كاستروفيل بكاليفورنيا هي عاصمة الخرشوف العالمية. للوهلة الأولى يبدو الأمر غريبا، فتتساءل كيف يمكنك أكل هذا النبات غريب الشكل والذي يشبه البراعم أو الزهور. في الواقع تلك النباتات لها صلة قريبة بالنباتات الشوكية، وبمجرد أن يبدأ البرعم في النمو يصبح النبات غير صالح للأكل، بينما يمكن فقط تناول البراعم التي لم تنمو بعد. عادة يتم جمع واستهلاك محصول الخرشوف خلال أسبوع واحد فقط. ومن مميزات ذلك النبات أنه لا يفقد شداه أو نكهته. كذلك يمكن تناول الخرشوف بطرق مختلفة، فيمكنك تناوله نيئا أو منقوعا بالخل أو مطهيا على حسب حجم الثمار. البطيخ، بالطبع ثمرة بحجم ووزن ثمرة البطيخ ليس من الممكن أن تنمو على الأشجار، ولكنها بالتأكيد تنمو قريبة من الأرض قدر الإمكان. لذا فلا عجب أن البطيخ ذو صلة قريبة بنبات اليقطين. في العادة يتم جمع ثمار البطيخ يدويا، وفي بعض الأحيان يلجأ المزارعون إلى استخدام الحصادات الزراعية. وفقا للعلماء فإن أفريقيا تعتبر هي الموطن الأصلي للبطيخ، تحديدا في صحراء كالاهاري. ولعلكم تعتقدون أنه من
الغريب أن يكون ذلك المكان القاحل والجاف هو موطن لتلك الفاكهة الغنية بالسوائل حلوة الطعم. ولكن يضيف العلماء في هذا الشأن أن ثمار البطيخ التي ظهرت منذ 4000 سنة ماضية لم تكن تشبه ثمار البطيخ التي يتم زراعتها حاليا، بل كانت مرة الطعم قليلا، ولم يكن حجم الثمرة الواحدة يزيد عن حجم ثمرة الليمون الهندي. يقال أيضا أنه منذ 2000 عام قبل الميلاد كانت تزرع تلك الفاكهة بأيدي المصريين القدماء، ومن هنا دخلت فاكهة البطيخ التاريخ. اللوز. على الرغم من تصنيف اللوز باعتباره من المكسرات، إلا أنه في الواقع ينتمي إلى الفواكه الحجرية، فشكل وحجم ثمرة اللوز يشبه إلى حد كبير نواة ثمرة الخوخ. ينمو اللوز على أشجاره، حيث تظهر الأشجار بشكل رائع الجمال، وبعد الإزهار تبدأ الثمار الصغيرة الخضراء في الظهور على الفروع، ولكنها وقت ذاك لا تكون صالحة للأكل بعد. تبدأ الأشجار بعد ذلك في نفض أوراقها لتجف الثمار بسرعة وتنفتح لتظهر حبات اللوز في كل منها، ولكن للحصول على اللوز يتم هز الأشجار ثم جمع الثمار، وعن طريق آلة خاصة يتم فصل حبات اللوز عن قشورها. في الماضي كانت تتم تلك العملية يدويا، ولكن مع تقدم التكنولوجيا الزراعية أصبح كل شيء يتم آليا. بعد الحصول على اللوز يتم تحميصه ليستخدم بعد ذلك في الصناعات الغذائية وصناعة منتجات التجميل. ملفوف بروكسل. ملفوف بروكسل هو نوع من النباتات الصالحة للأكل ذات صلة بعيدة بالملفوف كبير الحجم والذي نعرفه جميعا، ولكن ملفوف بروكسل هو عبارة عن كرات صغيرة تنمو على الجذع، حيث ينمو الجذع أولا ثم أوراق النبات ومن ثم الثمار، وعلى الجذع الواحد تنمو ما بين 20 إلى 60 ثمرة، يتراوح قطر الثمرة ما بين 3 و6 سنتيمترات، وعندما تنضج الثمار يتم جمعها لتباع للعامة ويتناولها الجميع بهذا الشكل بعد سلقها. ظهر ذلك النوع الغريب من الملفوف لأول مرة في بلجيكا تحديدا في القرن السادس عشر الميلادي، ثم انتشر فيما بعد في جميع أنحاء أوروبا والعالم. الكيوي. معظم الناس لا يعرفون تحديدا أين يتم زراعة الكيوي أو ما هو موطنه الأصلي أو كيف ينمو، على الأشجار أم على الشجيرات أم على الأرض، فكثير منا لم يرى الكيوي منزرعا من قبل، بل نراه فقط في المتاجر. في الواقع الكيوي هو نبتة متعرشة، أي أن نبات يشبه الأشجار ولكنه يحتاج إلى التدعيم. تنمو ثمار الكيوي على النبات في صورة مجموعات، وفي وقت الحصاد يتم جمع كل الثمار معا، وخلال الموسم الواحد يتغير لون ورقة النبات عدة مرات، من الأخضر إلى الأبيض إلى الوردي ثم إلى القرمزي، كل ذلك خلال موسم صيف واحد فقط. وتكون ثمار الكيوي صالحة للأكل بعد تمام النضج، حيث يتم تقشيرها وإزالة القشرة الرقيقة المغطاة بالشعيرات الصغيرة والناعمة التي تغلف الثمرة لتصبح جاهزة للأكل. البطاطس. الموطن الأصلي للبطاطس هو أمريكا الجنوبية، حيث تنمو البطاطس البرية. تم تقديم البطاطس كمحصول منذ 7000 أو 9000 سنة في بوليفيا. يقال أيضا أنه في تقويم الإنكا كانت هناك وحدة زمنية تساوي الزمن اللازم لطهي ثمرة بطاطس، وهو نفس الزمن الذي تستغرقه ثمرة البطاطس لتنضج على النار في وقتنا الحالي. اليوم انتشرت زراعة محصول البطاطس على مستوى العالم، وعرف الناس كيفية استخدام البطاطس في أشياء عديدة ومختلفة، بداية من صناعة الكحول وانتهاء بصناعة أقراص الدواء. لإنتاج عبوة واحدة من شرائح البطاطس تمر الثمار بعملية طويلة تتكون من عدة مراحل. في الواقع لا تعتبر البطاطس من الخضروات أو من الفواكه، ولكن من الدرنات، فبعد نضجها في الحقل يتم حصادها ونزع الثمار وفصلها عن الجذور وأجزاء النبات العشبية. بعض الثمار تتم إعادة زراعتها مرة أخرى، والبعض الآخر يباع منه جزء في الأسواق ليستخدمه الناس في منازلهم، والجزء يذهب للمصانع، وجزء آخر يتم استخدامه كغذاء للماشية. جدير بالذكر أن ثمار البطاطس خضراء اللون وغير ناضجة، وكذلك أجزاء النبات الأخرى تحتوي على مادة السولانين، وهي مادة سامة تسبب التسمم للإنسان والحيوان، لذا فهي غير صالحة للأكل إطلاقا. البلح.
منذ 4000 سنة قبل الميلاد كانت أراضي المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والمغرب موطنا أصليا لأشجار النخيل. تنمو تلك الأشجار على مدى 60 عام أو أكثر، وتستمر في إنتاج البلح سنويا. لذا فليس من الغريب أن البلح والتمر كان من الأطعمة الرئيسية في الأزمنة القديمة. تحتاج أشجار النخيل إلى جو دافئ لتنمو، وقد يصل ارتفاع النخلة إلى 30 متر، وقد يصل طول السعفة الواحدة من سعاف النخل والتي تشبه الريش إلى 5 أمتار. ولجمع ثمار البلح يقوم العمال بتسلق النخل، ومن ثم قطع نقيض البلح يدويا لتتدلى على الأرض. بعد ذلك يتم تجفيف البلح لتحويله إلى تمر. جدير بالذكر أن إنتاج النخلة الواحدة من البلح سنويا قد يصل إلى 80 كيلوغرام. اليوم تحتل المملكة العربية السعودية المركز الأول على قائمة أكبر الدول المنتجة للبلح، تليها العراق، ثم إيران ومصر والبحرين والجزائر، ثم الإمارات العربية المتحدة وسوريا وتونس. كذلك تنمو أشجار النخيل أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا في كاليفورنيا، وأيضا يمكنك رؤية النخيل في المكسيك وأستراليا. حبوب الصنوبر. حبوب الصنوبر ليست معروفة فقط في سيبيريا والشرق الأقصى، ولكنها معروفة أيضا في دول العالم المختلفة، وذلك على الرغم من أن المكان الرئيسي لجمع حبوب الصنوبر هو غابات الصنوبر السابخة في سيبيريا، حيث تنمو أشجار الصنوبر على نطاق واسع في المناطق الصخرية في شرق سيبيريا وفي الغرب وفي المناطق الجبلية في الجنوب. في الواقع ليس هناك عجب في كون حبوب الصنوبر من أغلى المنتجات في العالم، فالوصول إليها صعب للغاية ويحتاج إلى مجهود كبير. تنمو حبوب الصنوبر داخل أكواز، والتي بدورها تنمو وتنضج على الأشجار. ويبدأ موسم حصاد الصنوبر في العادة مع بداية شهر سبتمبر، ويكون على جميع الصنوبر العمل في مناطق جبلية وعرة. بحلول منتصف الشهر تزداد شدة الرياح، فتسقط أكواز الصنوبر الناضجة من على الأشجار بسهولة، ولكن في بعض الأحيان يضطر جامع الصنوبر إلى هز الأشجار باستخدام مطارق خاصة لإسقاط بعض الأكواز، حتى أنهم أحيانا يضطرون لتسلق الأشجار لنزع الأكواز يدويا، وهذا في الواقع ليس بالعمل السهل، حيث أنه من الممكن أن يصل ارتفاع شجرة الصنوبر إلى 40 متر. بعد ذلك يتم وضع الأكواز الناضجة في أسطوانات خاصة لفصل الحبوب، والتي فيما بعد يتم تجفيفها وتقشيرها وتحميصها أحيانا. شكرا على المشاهدة، واخبرونا في التعليقات أي من تلك المنتجات قد أدهشتكم مراحل إنتاجها، وأيها يعتبر هو المفضل لديكم. ولا تنسوا إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وللمزيد اشتركوا بالقناة. ولا تنسوا أيضا تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد. إلى اللقاء.